الله وبركاته. من قناة نصايح عشان في البيت. النهارده يكون عبارة أو ده طبعا أول فيديو ليا على القناة. يا ريت تنادي منكم عشان تلاقوني جديد وكل مرة. طبعا النهارده حلقتنا هنتكلم عن تمارين البنج. تمارين البنج دي طبعا أول حاجة نبدأ بيها طبعا هو البار المسطح. البار المسطح ده هتلعبه، هتلعب 3 مجاميع، كل مجموعة 12 عد. وطبعا لو هتلعب سوبر ست هتلعب 4 مجاميع، في المجموعة التالتة هتلعب 8 عدات ووزن تقيل. لو هتلعب بوزن تقيل تبقى تروح تلعب المجموعة اللي جاية بدل بنفس الوزن 8 عدات. ودايما هيكون شكل تمرينة البار المسطح. تاني حاجة معانا هتبقى تمارين الدمبل العالي. الدمبل العالي ده طبعا هتلعبه برضك 3 مجاميع، كل مجموعة 12 عد. طبعا لو هتلعب سوبر ست نفس اللي أنا قلته في المرة اللي فاتت هتلعب 4 مجاميع، وفي المجموعة التالتة هتلعب لو هتتقل تلعب 8 عدات، ونفس المجموعة الرابعة هتلعب 8 عدات. وده هيكون شكل الدمبل. طبعا تالت حاجة بقى نيجي ليها هو البار العالي. البار العالي ده طبعا هتلعب نفس الحكاية، بس طبعا البار العالي ده لو هتلعبه برضك كل 3 مجاميع، كل مجموعة 12 عدة. ولو هتلعبه بقى سوبر ست يبقى هتلعب 4 مجاميع زي ما قلت المرة اللي فاتت. كل مجموعة هتبقى في المجموعة التالتة، لو هتتقل في المجموعة التالتة يبقى هتلعب 8 عدات، وفي المجموعة الرابعة اللي بعدها هتلعب برضك 8 عدات. وده يكون شكل البار العالي. رابع حاجة نيجي ليها الدمبل المسطح. الدمبل المسطح برضك هتلعب 3 مجاميع، كل مجموعة 12 عدة. ولا هتلعب برضك سوبر ست يبقى هتلعب في المجموعة التالتة وتلعبها 8 عدات، كل مجموعة الرابعة اللي بعدها تلعب برضك 8 عدات. وده هيكون شكل الدمبل المسطح. وخامس حاجة نيجي ليها طبعا هتلعب على الفراشة. الفراشة اللي هو الجهاز برضك هتلعب برضك لو هتلعبه وتلعب 3 مجاميع، كل مجموعة 12 عدد. ولو هتلعب سوبر ست في آخر مجموعتين يبقى هتلعب المجموعة التالتة 8 عدات وتتقل برضك، ونفس المجموعة الأخيرة برضك 8 عدات وهتتقل. وده يكون شكل الفراشة. طبعا يجي الحاجة الأخيرة سادس تمرين اللي هي هتلعب طبعا على الكابل اللي بنج عالي. وطبعا هتلعب 3 مجاميع، كل مجموعة طبعا 12 عدة. ولو هتلعب سوبر ست يبقى المجموعة التالتة هتلعب 8 عدات، وفي المجموعة الرابعة هتلعب برضك 8 عدات. وده يكون شكل. وطبعا انت خلصت بقى دلوقتي. انت بقى لو انت عايز تلعب بقى ضغط، لو انت عايز مثلا تلعب برضك 3 مجاميع، كل مجموعة 20 عدة، تلعب ضغط براحتك. ده برضك هيبقى مفيد ليك ولجسمك. وطبعا وفي النهاية طبعا يا رب تكونوا استفدتوا منها زي تمرين البنج. دي طبعا كانت حلقتنا النهارده. اتمنى لكم الاشتراك في القناة ليصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.